عايز تشتري عربيه لقطه بسعر كويس؟ انا هقول لك ازاي تشتريها. مصلحه الجمارك بتعلن على صفحتها الرسميه كل فتره عن مزادات العربيات اللوت اللي جايه من بره، وعاده الاعلان ده بيبقى قبل المزاد باسبوعين تقريبا. اول ما تشوف الاعلان تشتري كراسه الشروط، ودي ثمنها 400 جنيه. تقدر تشتريها من مقر الهيئه العامه للخدمات الحكوميه، وكمان بتدفع 10000 جنيه تامين دخول المزاد. تاخد فلوس التامين دي لو المزاد مرسيش عليك. كراسه الشروط دي بيبقى فيها عدد العربيات اللي داخل المزاد بتفاصيلها، وتقدر تعمل معاينه قبل ما تدخل المزاد وتشوف العربيات بعينك. ونصيحه مني، خد معاك فني يفحصها ويقيمها. لو انت فرد تقدر تشتري عربيه واحده، انما لو حبيت تشتري اكتر من عربيه فده بيتطلب شركه بيكون ليها سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. يوم المزاد بقى لازم تبقى واخد بالك ان معاك شركات وتجار من هواة المزادات. يعني المنافسه مش هتكون بسيطه، بس الشركات والتجار دول بيدخلوا المزادات علشان يرجعوا يبيعوا العربيات دي تاني بسعر اعلى، علشان كده بيبقى ليهم اخر في السعر لما يجوا يشتروا. انما اللي بيكمل بعد النقطه دي بيبقى حابب العربيه وعايزها وشايف سعرها بالنسبه للسوق كويس. الا اونا، الا دوا، الا تريا، الف مبروك، رسي عليك المزاد. انت هنا بتدفع 30% من قيمه العربيه اللي انت هتاخدها لمصلحه الجمارك، وبعد 15 يوم تقريبا بيكلموك ويكون معاك باقي ثمن العربيه وتستلمها، وبعدين ترخصها. الف مبروك. قول لي في الكومنتس ايه عربيه احلامك اللي نفسك تشتريها.